والجهاز فعلا شاشته كويسه جدا ومعلهاش اي تعليق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اسلام. كتير في الكومنتات بعتوا لي وقالوا لي اعمل مقارنه ما بين سامسونج اس 23 اف اي وسامسونج اس 22 العادي، وانا خلاص قررت اعمل فيديو. وللعلم هم 3 كومنتات بس الصراحه فعلا الاتنين دول كويسين جدا ويستحق ان هم يتقارنوا مع بعض. مع ان لو سامسونج اس 22 موجود فيه جديد دلوقتي كان هيكون اغلى. ولو انت بتحب محتوى محتوى المقارنات والتسريبات، اعمل لي كومنت واكتب لي المقارنه اللي انت عاوزها واشترك في القناه، يشرفني ان حضرتك تكون متابعني. شكرا للدعم اللي فات، وما تنسوش زي كل مره تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا بالفرج القريب، يا رب يفرج عنهم. ندخل بقى في تصميم الاتنين شكلهم شيك والاتنين فعلا تحب تمسكهم. سامسونج اس 22 جاي بفريم من الالومنيوم وظهر من الازاز، وبرده كمان سامسونج اس 23 اف اي جاي ظهر من الازاز وفريم من المعدن، والاتنين متقفلين تقفيل كويس جدا، وكمان معاهم مقايرة الماء والغبار اي بي 68. بس في الاس 22 هيكون اخف شويه، 168 او 167 جرام، بالمقارنه الاس 23 اف اي هيكون 209 جرام. طبعا عشان هو حجمه اصغر. بالحديث بقى للحجم ننتقل بقى للشاشه. الشاشه في الاس 22 هتكون صغيره شويه، وفي بعض الناس شايفين ان ده المفروض ان الجهاز ده المثالي، المقاس 6.1، والجهاز جاي بشاشه دايناميك اموليد 2 اكس 120 هرتز و اتش دي ار 10 بلس، والسطوع هيكون 1300 نت، وده سطوع كويس، وعليه طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس بلس، ودي حمايه كويسه. والجهاز فعلا شاشته كويسه جدا ومعلهاش اي تعليق. الجهاز حوافه قليله جدا وحوافه شبه مش موجوده، بصراحه كويسه، والجهاز تحب تبصله. والتحديث بتاعه بينزل ل 10 لو انت بتتفرج على صوره او اي حاجه ثابته، وبيعلى معاك لل 120 هرتز للحاجات اللي هي بتحتاج الريفريش العالي زي الالعاب مثلا. اس 23 اف اي بقى هيكون دايناميك اموليد 2 اكس 120 هرتز يدعم اتش دي ار 10 بلس، والمقاس هيكون 6.4، اكبر شويه من الاس 22، والسطوع هيكون 1450 نت، هيكون اعلى شويه من الاس 22 بس مش بالفرق الواو يعني، وهيكون عليه طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. الشاشه هنا هيكون فيها تنازل عشان سامسونج حبت تفرق ما بين الفلاج شيب والفئه المتوسطه في الشاشه، حطت امكانيات كويسه بس مرضتش برضو تدي الحوافل جامده، فهنا الشاشه هتكون تخينه شويه. هي رخمه لبعض الناس بصراحه، بس هي الواحد كان نفسه تكون رفيعه يعني، بس الشاشه كويسه بصراحه جدا. المعالج بقى، الاتنين نازلين بنفس المعالجات. ليه بقول المعالجات؟ عشان الاتنين نازلين باصدارين من المعالجات. الاتنين نازلين باكزينوس 2200 4 نانو وسناب دراجون 8 جين 1، والمعالجين كويسين الصراحه، بس سناب دراجون بينزلوا دعم اكتر من المطورين، واكزينوس بيكون في الكاميرات احسن شويه، بتكون الوانها احسن عشان الهاردوير والسوفت وير من سامسونج، عشان المعالج من سامسونج. والجهاز مش هيزعلك في المهام اليوميه، وفي الالعاب اقول لك على بابجي بتجيب 60 فريم في لعبه بابجي، مع ان في الفئه المتوسطه هواتف بتجيب 90 هرتز في لعبه بابجي زي البوكو 6 اكس برو. السوفت وير الاتنين عليهم اندرويد 14، بس حبيت اقول ان الاس 22 كان نازل باندرويد 12 ونزلوا تحديثين، ناقصه كلاودي تحديثين كمان عشان الشركه مواعده ب4 سنين تحديثات. والاس 23 اف اي نزل باندرويد 13 ونزل له تحديث واحد، فبقي له 3 سنين تحديثات، وبرضه نزل له 4 سنين تحديثات رئيسيه وسنه امان، يبقى التليفون ناقصه 3 سنين، ودي حاجه بتفرق مع ناس كتير. وبصراحه التليفون بيبقى كويس لما انت بتنزل له اصدارات جديده، تحس ان هو مواكب العصر. وعلى المدى البعيد
في تطبيقات مش بترضى تثبت على الاندرويد القديم. الرامات في الاثنين 8 جيجا رام و128 مساحه داخليه و256، والاثنين مش بيركب فيهم كارت ذاكره خارجي. ننتقل بقى للكاميرات. الكاميرات في الاثنين حاجه عظمه العظمه، كويسه بصراحه جدا. هم مش افضل حاجه بس بصراحه كويسين ويأدوا معاك الغرض وزياده. الاس 22 هيكون 50 ميجا بكسل مع او اي اس، والكاميرا الاوبتيكال زوم هتكون 10 ميجا بكسل وال3 اكس اوبتيكال زوم، وبتوصل ل 30 اكس زوم بس سوفت وير. والكاميرا الالترا وايد هتكون 12 ميجا بكسل ودي كويسه الى حد ما. والكاميرا الاماميه 10 ميجا بكسل. بالنسبه بقى للاس 23 اف اي هيكون برضو 50 ميجا بكسل مع او اي اس، والكاميرا الاوبتيكال هتكون اقل شويه 8 ميجا بكسل مع 3 اكس برضو و30 اكس سوفت وير. والالترا وايد هتكون برضو 12 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه هتكون 10 ميجا بكسل. بالنسبه بقى في الفيديو الاثنين بيصوروا ب 8K في الكاميرا الاماميه، وزي ما قلت لكم التصوير في الاثنين هيكون كويس جدا، والاثنين المعالج بتاعهم واحد والكاميرات قريبه جدا من بعض ما عدا الكاميرا الاوبتيكال، فالاثنين هيدوك اداء مرضي وقريب جدا من بعض. بالنسبه بقى للفيديو هتكون 8K الكاميرا الخلفيه، والكاميرا الاماميه هيكون 4K. السماعات كويسه بصراحه، وهتكون ستيريو سبيكر وما فيهوش مخرج 3.5 مللي، ودي حاجه مش كويسه قوي الصراحه عند ناس. البصمه كويسه في الاثنين، بس هتكون احسن في الاس 22 عشان هيكون من نوع التراسونيك زيه زي الفلاج شيب، والاس 23 اف اي هيكون اوبتيكال زي الفئه المتوسطه. اخر بقى حاجه معانا هي البطاريه في الاس 22 هتكون قليله جدا 3700 ملي امبير، وشحن 25 واط، وشحن لاسلكي 15 واط، وشحن عكسي 4.5. بصراحه البطاريه مش هتكون افضل حاجه معاك، ولو انت استعمالك تقيل ممكن تشحنها في نص اليوم، وده يمكن من عيوب الجهاز. وطبعا تعبنا من كتر ما احنا بنشتكي من سامسونج من الشواحن ال 25 واط، المفروض تبقى اعلى شويه، برضو ده عيب. في الاس 23 اف اي البطاريه هتكون 4500 ملي امبير، وبرضو شحن بطيء شويه، وبرضو شحن 25 واط، وبيشحن شحن لاسلكي 15 واط. البطاريه هنا برضو مش افضل حاجه، كان الواحد بيطمع ونفسه تكون 5000 ملي امبير، بس للاسف البطاريه الى حد ما مش وحشه قوي كده، هتمشي معاك. بس بصراحه لو انت مش فارق معاك البطاريه وحابب اهم حاجه الكاميرات والتليفون من سامسونج هيديك عمر شويه، لا اشتريه وانت مطمن، الاتنين مش هيزعلوك لو انت اشتريت واحد منهم. انا كده خلصت كلامي. لو انت عجبك الفيديو وعجبك شرحي ادعمني في الكومنتات واشترك في القناه. سلام.